لو انا منقطع عن الصلاه، لو انا مش بصلي، لو انا مش قادر ارجع اصلي تاني، اعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده الحلقه الثانيه من سلسله ليه. النهارده ان شاء الله هنتكلم في موضوع غايه في الاهميه، موضوع كلنا بلا استثناء وقعنا فيه في يوم من الايام، موضوع حرفيا احنا محتاجين حد يتكلم وياخدنا من ايدينا يحطنا على الطريق الصح، الا وهو ليه الصلاه تقيله. ده التشبيه اللي ربنا سبحانه وتعالى شبه به الصلاه في القران الكريم. ولكن لما احنا جينا نبص لاصل الواقع هنلاقينا ان الموضوع يعني هو فعلا الصلاه تقيله على بعض الاشخاص. تمام. فتيجي نمسك محور ان شاء الله اقسم الفيديو نصين كالعاده يعني زي الفيديو اللي فات. يعني انتوا لسه ما شفتوش فيديوهات، ولكن ربنا ما يقطع لنا عاده ولا يحرمنا منكم ولا يحرمكم مني. انا هقسم الفيديو نصين. اول حاجه ليه الصلاه تقيله؟ تاني نص لو انا منقطع عن الصلاه، لو انا مش بصلي، لو انا مش قادر ارجع اصلي تاني، اعمل ايه عشان خاطر ارجع احافظ على صلاتي؟ ان شاء الله في الفيديو ده اجاوبكم على كل حاجه. ان شاء الله في الفيديو ده مش هتطلع منه غير وانتم مستفيدين. ان شاء الله في الفيديو ده مش هتخلصوه غير وانتم مخلصين اكل. ان شاء الله في الفيديو ده مش هيكون طويل، وان شاء الله ربنا يوفقني واعرف اقول اللي انا عاوز اقوله. وبسم الله نصلي على النبي ونبدا الفيديو. رقم واحد، لو احنا جينا بصينا كده لاصل واقع هنلاقي ان الصلاه تقيله على قلب الواحد. ليه؟ لان الانسان بطبعه انسان بيحب الراحه، بيحب جرعات الدوبامين السريعه. انا وانت وانتي وانتوا بتحبوا ان الشخص ان الواحد يعني مننا يجيله جرعات دوبامين وهو قاعد ما بيعملش حاجه. وخلق الانسان عجولا، انا مش مستحمل اي حاجه. وسبحان الله ايات ربنا سبحانه وتعالى كلها بتؤدي لنفس النتيجه، كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. لو جينا بصينا في معنى الايه هنلاقي ان الصبر والصلاه هما اكتر حاجتين تقال على الواحد، اكتر حاجتين الانسان ما يقدرش يصبر عليهم، اكتر حاجتين فعلا بيكونوا مملين لدرجه فظيعه الا على الخاشعين. طيب انا بعدين في النص الثاني من الفيديو اقول لكم ازاي نبقى من الخاشعين دول. تاني حاجه والاهم وهي مجاهده النفس. يا جماعه كل الحاجات اللي احنا بنعملها نابعه من نفسنا. يا جماعه كل الاخطاء والذنوب اللي احنا بنرتكبها نابعه من اتباع الهوى اي النفس. يا جماعه اي حاجه غلط احنا بنعملها مش من الشيطان بل من نفسنا احنا. يا جماعه في رمضان لما الشيطان كان متسلسل ولما كنا نعمل حاجه غلط نقول ظلمنا الشيطان معانا. يا جماعه احنا مش عارفين نقتنع، مش قادرين نقتنع ان النفس هي سبب كل حاجه. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: ان النفس لاماره بالسوء. يا جماعه هي دي سبب مشاكلنا كلها. يا جماعه هي دي سبب تاخيرنا عن الصلاه. يا جماعه هي دي سبب تاخيرنا عن طاعات كتير احنا عاوزين نعملها. يا جماعه هي دي سبب تاخيرنا في السباق بتاع المسلمين، في السباق الى الله عز وجل. يا جماعه انا نسيت اقول لكم، يا جماعه صلوا على النبي. شعر انا مجاهده النفس دي يا عزيزي حاجه لو انت فكرت ان هي بالساهل ان حد يتقنها انت غلطان جدا. ليه؟ لان هي صعبه جدا. تمام. كون ان انا اكون قاعد مرتاح على سريري، الفجر يأذن، اقوم من على مخدتي، اشد بطانيتي، انزل من على سريري، اروح الحمام، اتوضى وارجع يوه ده الموضوع طويل قوي، والله طويل قوي. ده اللي هينقلنا الخطوه الثالثه بقى، خصوصا لصلاه الفجر وعموما لطاقتك وحيويتك ومحافظتك على صلاتك باقي يومك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، فإذا قام لصلاة الفجر بالذات، ما قالش صلاة الظهر أو لأي فريضة، لصلاة الفجر، فذكر الله حلت عقبة، فإذا قام فتوضأ حلت الثانية، فإذا صلى الفجر حلت الثالثة. جميل. لو انت طبقت الثلاث حاجات دول يا حبيبنا اليوم بتاعك اولا مش هيكون ممحوق منه البركه، ثانيا هتحافظ على جميع صلواتك، ثالثا بص خد كل حاجه بقى. ولكن
حافظ ان صلاة الفجر دي تكون في المسجد، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فتخيل في انسان في ذمة الله. اوف، هدي يا ارض عليك يا هدي بجد بقى يا جماعة. في ناس مفكرين عشان احنا في اجازة فنصحى في اي يوم في اي وقت في اليوم. يا جماعة ناس كتير في اليوم بتنام قبل الفجر بنص ساعة او بساعة او بساعتين، عشان خاطر ما يقولوش لا انا بنام بساعتين، وبيصحوا على الظهر وعلى العصر. يا جماعة ربنا، انتوا ما تعرفوش ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يا جماعة ما انتوا ما عرفتوش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة او امام ربه، او كما قال هي الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن بطلت بطل سائر العمل، أو كما قال. يا جماعة انتوا مش عارفين ان الصلاة دي هي عمود الإيمان. يا جماعة انتوا مش عارفين ان الصلاة دي هي أهم حاجة في حياتنا حرفيا. يا جماعة انتوا مش عارفين ان الصلاة دي سبب رزق وتوفيق وسداد ونجاح وكل حاجة وبركة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا غافلين والله ومحتاجين اللي ينبهنا. يا جماعة ده الأساس حرفيا، ده الصلاة هي الأساس. طب أنا دلوقتي مش بصلي، أنا دلوقتي مش محافظ على الصلاة، أنا دلوقتي بقطع في الصلاة، أنا دلوقتي نفسي أنتظم وأرجع أنتظم في الصلاة تاني. تعالالي رقم واحد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني لو أنت عايز تكون أول حاجة ما تكونش هلوع، ما تكونش مستعجل، ما تكونش عجول. إذا مسك الشر جزوعا، والعياذ بالله إن واحد فينا يقنط من رحمة ربنا. وإذا مسه الخير منوعا، تمام، إلا المصلين. مصلين لو أنت جيت فكرت هتلاقي إن ده سبب كل توفيق وكل نجاح في حياة الإنسان. تاني حاجة اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. حرفيا الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، دي الحاجة الوحيدة، قرة العين مفيش بعدها، تمام. دي تدل على أهمية الصلاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام. يا جماعة هو أنا عشان خاطر ما اطولش مدة الفيديو، ولكن الصلاة دي حاجة لو أنت تمعنت فيها، صليت فعلا بكل خشوع وبكل طمأنينة، والله العظيم هتلاقي حلاوة في الصلاة، وهتلاقي إن قلبك مطمئن، أنت مش هتكون عايز تسلم. ولكن احنا بنكون بنخبط الأرض، عاوزين نخلص، احنا مش مستحملين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها يا بلال. الصلاة دي الشخص بيرتاح بيها، مش بيرتاح منها اللي هو فرض وعدى. لازم نكون فاكرين ده كويس. الحاجة اللي بعد كده هي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة حاجة بتزرع الطمأنينة في قلب المسلم، تزرع الطمأنينة في قلبك، تكون إنسان مطمئن، إنسان مش خايف من حاجة في الدنيا، إنسان مش قلقان من حاجة، لأن أنت مصلي. ربنا سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آخر حاجة عشان نهزم الشيطان، يعني الشيطان قال ربنا سبحانه وتعالى ولا أغوينهم أجمعين. فأنت دلوقتي عشان خاطر لو أنت عايز تنساق مع الشيطان، تكون يعني خليت الشيطان ينجح في الهدف بتاعه، تمام. ولكن المفروض ان احنا نجاهد نفسنا عشان خاطر نغلب الشيطان، عشان خاطر ما نكونش حققنا له المراد بتاعه. فلازم ان احنا نجاهد نفسنا قد ما نقدر. والدنيا فانية يا جماعة، والدنيا مش باقية على حاجة، واللي هينفعك هو عملك وصلاتك. يعني تخيل واحد بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل كل حاجة ولكن مش بيصلي. جماعة الدنيا دي في تفاهة. يعني تخيل دلوقتي انا يا جماعة والله الصلاة غاية في الأهمية، والصلاة هي حاجة. أنا عايزكم بس تخيلوا فكرة إن أنا دلوقتي واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، أنا عامل كل حاجة صالحة، كل حاجة ممكن آخد عليها حسنات في الدنيا، ولكن ما كنتش بصلي. ربنا يقول لي أنت كنت بتصلي، أقول له لا خلاص كل ده باطل والله ما له لازمة. فلازم إن إحنا نحافظ على صلواتنا، لازم إن إحنا نحافظ على قد ما نقدر، لازم إحنا نجاهد نفسنا. الدنيا طبعت على قدر، لازم إحنا نجاهد نفسنا، ولازم إن إحنا نصلي ونحافظ على صلاتنا قد ما نقدر عشان خاطر جنة
جنة هتنسينا كل التعب اللي احنا تعبناه في الدنيا. وبس كده انتهت حلقتنا في هذا اليوم. اتمنى تكونوا استفدتوا. عمر نام زي كل مره، وان شاء الله استنوني في الحلقات الجايه تكون احسن واحسن باذن الله تعالى. لسه ما عملتش فولو، استني ايه؟ نعمل فولو او سبسكرايب بقى، زرار الجرس عشان خاطر اول ما الفيديو ما ينزل يجيلك بيه صوصوه على طول. وبس كده، صلوا على النبي، بحبكم في الله، سلام عليكم.